السلام عليكم جميعا طبعا. انا دلوقتي ده فيديو جديد ويوم جديد. طبعا يوم جميل، يوم عاشوراء، فقلت نعمل شوية عاشوراء كده. يا رب ايه الفيديو يعجبكم. دلوقتي في الطبق كنت ناقعة العاشوراء. لازم تتنقع بتاع من 3 ساعات 4 ساعات كده. تحس ان هي طريت شوية، وكنت حاطة مية على النار. غيرت طبعا المية، بتغيري لها المية عشان يبقى المية صافية. هحط بقى حلة على النار، بس على اساس ان هي تغلي. هنستناها برضك تغلي وبعدين نحط العاشورة عليها، القمح يعني، علشان ايه طبعا نكمل سواها. المهم يعني طبعا، يعني عاشوراء دي لازم البني آدم يصومها، عشان زي ما ربنا نجى سيدنا موسى عليه السلام. فاحنا طبعا لازم الرسول عليه الصلاة والسلام شاف اليهود بيصوموه، قال احنا أولى بموسى، وقال إن عشت صوم قبله يوم وبعده يوم. فطبعا كل اللي يصوم، وفي كمان سنة ربنا يمحي ذنوبنا، فكل اللي يصوم إن شاء الله هتبقى خير ليه والصيام جميل طبعا. ربنا يجعله سنة جميلة علينا وعلى أولادنا، وربنا ينجح اللي في الثانوية العامة يا رب. أنا دلوقتي كده بشوف القمحية استوت، لقيتها استوت. هطفي طبعا عليها واسيبها لغاية اما ايه تنفش. بس كده نفشت طبعا. انا بقى بعمل ايه، باخد بولع عليها النار وباخد نصها، يعني حوالي نصها كده اضربه في الخلاط. بس هزود مية عشان ايه الخلاط يعني يضرب. بس وبعدين النص ده في الخلاط، نقلبه شوية لغاية ما يسخن بس. وبعدين هاخد نصه في الخلاط، احطه في، يعني اضربه على اساس ان انا بحبها يبقى حبة قمح كده، قمح سليم، وحبة يبقى مضروب كده في الخلاط. انا كده بحط ال- البليلة في الخلاط اهي، وهضربه. وبعدين اروح رايحة بقى حاطاه تاني في الحلة. يعني بعد ما اضرب النص ده، بنحط النص اللي احنا ضربناه في الحلة تاني، بنرجعه تاني الحلة على اساس يندمج مع بعض. بس فأتمنى يعني يبقى الفيديو خفيف عليكم وسهل. دلوقتي هنضرب بقى البليلة اللي هي القمح، يعني هي بليلة قمح يعني. بنضربه اهو في الخلاط. بعدين هنرجعها بقى تاني الحلة. نرجع اللي احنا ضربناه في الخلاط في الحلة. هي على فكرة العاشورة سهلة جدا. بعد كده رجعتها طبعا الحلة وجبت اللبن. طبعا انا كنت جايبة اللبن على اساس كنت هعملها بالليل، فحطيته في الفريزر عشان طبعا الدنيا حر. بحط اللبن يعني حتى لو اللبن مجمد هيفرد يعني ويسيح على النار، مفيش مشاكل. بس اهم شيء انت لو سبتيه في التلاجة تحت او سبتيه برا هيقطع طبعا، عشان الجو دلوقتي حر. كل سنة وانتم طيبين، احنا في الصيف، فاي حاجة زي دي على طول في الفريزر. اتمنى اكون ما طولتش عليكم. بس طبعا هو الخطوات لازم تتعمل كده. طبعا كده اللبن تلاقيه ساح خلاص. هعمل بقى ايه، انا جايبه لبن بودره. انا عندي بودره سايبه، بس انا عايزه كميه معينه. جبت كيسين لبن بودره وكيسين كريم شانتيه، فالاتنين على طول بحطهم مع بعض وبحط عليهم اللبن واقلبه كده باللبن، واروح حطاه على
عاشورة، بحطها على العاشورة على طول واقلبها. ده بيدي تيست حلو، وبيخلي طعم الطبق العاشورة طعمه جميل. بس هو كده كده اللبن، انا كنت عايزة احط قشطة، هي القشطة بس مجمدة ونسيتها. فهي كده كده اللبن اللي هو السايب ده بيبقى يعني نسبة دسم فيه، يعني هيبقى برضك كويس. بس انا بقلب زي ما قلت اللبن البودرة والكريم شانتيه، وهحطه بقى على الحلة اللي على النار عشان يندمج مع اللبن الحليب. اهو زي ما قلت لكم انا بحط اهو اللبن والكريم شانتيه مع بعض، واقلب. طبعا لازم اقلب عشان يعني يندمج مع اللبن الحليب. دلوقتي بقى بحط النشا عشان هو خلاص اندمج وابتدى يغلي. اول ما يغلي بتروح ايه حاطين النشا. حطيت كمية النشا هما من 4 معالق ل5، وبحط عليهم اللبن. كنت لسه طبعا ما حطيتش السكر، قلت احط السكر وبعدين في الاخر النشا. بس هو استنيته ما طبعا غلي. لازم قبل ما تحطي النشا لازم يكون العاشورة نفسها بتغلي، عشان يعني لما بتغلي يروح النشا بقى لمم نفسه ويتقل. هو ابتدى يتقل. خلاص هو تقل بقى، وانا قلت بقى اغرف ليكوا الاطباق عشان تشوفوا قوامه. لازم يبقى قوامه كده، ما بيبقاش تقيل قوي، عشان ما طبعا هو كده سخن، بعد كده هيرتاح هيمسك اكتر. فالقوام ده جميل جدا جدا. هغرب كام طبق كده اوريكم عايزين بقى تحطوا عليه قرفة، تحط عليه مكسرات، زبيب. في ناس بتحط بيجيبوا الكنافة ويحمروها، بس احنا ما بنحبش الكنافة طبعا. والله انا حاولت اعمل حاجة جميلة في يوم جميل. يا رب كده يكون الفيديو عجبكم وسهل وسريع، ومش هتاخد معاكي حاجة، وحاجة حلوة لأولادك أحفادك. فأتمنى يكون عجبكم. يا رب تشوفوه.